الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا في كورس السوليد وورك مع تيم واي اس سوليد ووركس. إن شاء الله احنا هنشرح النهاردة تكملة ال 2D وجزء صغير من ال 3D. احنا طبعا خلصنا جزء من ال 2D المحاضرة اللي فاتت، وخلصنا برضه يعتبر مقدمة وتعريف البرنامج وواجهة البرنامج. الوقت هنبدأ في جزء صغير كده من ال 2D، يعتبر هنخلص ال 2D يعني. هنفتح أول حاجة سكتش على الفرونت بلان، نضغط عليه ونفتح سكتش. احنا هنشرح الجزء ده، احنا خلاص خلصنا الجزء اللي على الشمال ده خلاص. هنشرح بقى نكمل التريم بالتفصيل، وبعد كده الكونفرت والاوفست، وهنشرح الميرور وغيره ان شاء الله. فبسم الله نبدأ. هنعمل اول حاجة، طبعا الحاجات اللي هنعملها دي تجارب بس عشان نوضح الشرح يعني. هنعمل ريكتانجل السنتر زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وبعد كده سيلكت. انا هستخدم بعد كده التريم ده بكل بساطة هو أداة قص، بيسمح لك مثلا بانك تشيل جزء معين زي خط او قوس او اي حاجه انت رسمتها وعايز تشيلها رسمتها بالغلط وعايز تشيلها. فالتريم ده في طريقتين اقص بيهم. اول طريقه ان انا اقوم مثلا هشيل الضلع ده، انا مثلا هكون بره وهدخل على الضلع هيقوم قاصص. طب في طريقه تانية اسهل من كده، في طريقه تانية احسن من كده. ان انا اعمل ايه؟ انا ممكن ادوس عليه، انا دوست اهو وكده مش هيشيل. لو انا اتحركت يمين او شمال، لو انتوا شايفين الخط كده فيه احمرار كده، الاحمرار ده هو اللي هيسيبه، والابيض ده يتشال. لو انا عايز اسيب الجزء ده هيسيبه معايا كده، تمام. انما انا لو ضغطت عليه بس كده مش هيشيل، لازم ايه امشيه كده. فتمام، انا همشي مثلا وليكن هسيب حته كبيره المره دي كده مثلا، وهكذا. خلاص كده تمام. ده الميرور، ده معلش ده التريم اعتقد. تمام. انا عاوز اشرح بقى بعد كده الكونفرت، بس انا هعديه دلوقتي وهرجع له تاني. انا هشرح بعد كده الاوفست. انا بس هشيل الاجزاء دي، اعمل ريكتانجل تاني، سيلكت، واشيل الجزئين اللي جوه دول. هعمل اوفست. الاوفست ده بكل بساطه هو بيعمل لي نسخة من الشكل اللي عندي ده، بتكون موازية ليه، وبيكون بمسافة أنا اللي بحددها، وليكن 10 ملي. هضغط عليه، الشكل الأصفر اللي بره ده هو ده الأوفست. يعني من الآخر بيعمل لي شكل تاني، بدل لما ارسمه تاني لا انا هعمله بطريقه الاوفست دي. من الاخر كده بنسخه تاني بس على كبير. طب انا ممكن مثلا انسخه على صغير، ان انا ادخله جواه، اضغط على دي ريفيرس دي، او ممكن اضغط جواه يعني على السهم الاصفر ده هتقوم داخله جوه. بس هنوضحها الاول عشان لو ضغطت هيقوم متطبق عليه كده، بقت جوه اهو. وليكن هختار مثلا انها 15 فهتصغر، لو اخترت 5 هتكبر شويه. ممكن اعملها لبره برضو مفيش مشكله. تمام، ونحفظها. فبقوا عندي شكلين اهو. تمام. احنا كده ممكن بقى نستخدم التريم، يعني بما اننا اخدناه هنمشي كده، هشيل الاثنين دول وهنمشي كده، هشيل الاثنين دول. انا هكمل الشكل ده. تمام. تمام، انا كده قلت لكم الاوفست. ممكن بعد كده نقول الميرور. احنا هنعمل بس خط نمشي عليه، يعني يحدد لنا اباوت او يحدد لنا الاتجاه. وبكل بساطه الميرور ده هو برضه يعتبر زي النسخ كده، بس في الاتجاه التاني، يعتبر زي مرايه. لو انت بس تفهم الدنيا، هو زي مرايه. انا مثلا انا قاعد اهو وشايف نفسي مثلا في الكمبيوتر او في اللاب، فانا كده ميرور ليا يعني عكس الناحيه التانيه. فانا هعمل نفس الموضوع ده، الشكل ده انا هخليه قصاده بكل بساطه وسهوله. اختار الميرور. تمام. طبعا اشيل التحديده دي، اختار الشكل اللي بره ده وليكن كده من جواه، هيقوم مختار لي كل اللاينات دي يعني كل الشكل، واقول له اباوت عن الخط اللي انا عامله ده، هيقوم عامل لي واحد الناحيه التانيه.
احنا كده فهمنا يعني ايه مرايه، يعني عمل لي كده على كده. طب ده بيسهل لي في حاجه؟ طبعا بيسهل لي كتير قوي. انا مثلا عندي جزء معقد وبدل ما ارسمه كله انا هرسم نصه وهعمل ميرور هيقوم راسم لي النص التاني. وليكن نعمل مثال صغير عشان برضه توضح اكتر. انا هجيب الخط اللي هو السنتر ده، مهم جدا ان احنا نعمله. وليكن مثلا انا هعمل اي شكل بقى يعني مش هتفرق. وليكن هعمل مش عارف، ممكن اعمل مثلا حرف معين وليكن كده. بس انا هعمل نص، انا مش هعمله كامل بقى، هعمل نص بس هو ايه يعمل لي النص التاني. انا كده عملت حرف اهو، نص الحرف يعني. هعمل له ميرور الحرف كامل او الجزء كامل، برضه نشيل التحديدة دي. وهعمل اباوت السنتر اللي انا عامله ده، كمل الحرف ده يعتبر مثلا حرف الاتش مثلا كامل اهو. انا رسمت نصه والنص التاني مطابق ليه بالظبط، فهيبقى هيسهل لي يعني ان انا استخدم الميرور عشان يسهل لي الموضوع. تمام. انا عندي حاجه بعد كده، انا استخدم اللينير سكتش باترن، وفي منه نوعين، يا اما لينير يا اما سيركلر. بالاخر كده اللينير ده على محاور اكس وواي، يعني يمين وشمال وفوق وتحت. انما السيركلر دائري، يعني بلف على محور على زاويه على محور 360. يعني مثلا عندي شكل دائري وعايز الف دائري. تمام. انا خلاص هستخدم، وليكن هعمل بس الاول اللي هنرسم عليه اللي هنجرب عليه. انا هعمل مستطيل وهعمل اكسترود. طبعا ده انا مش هشرحه، انا بس هقول يعني للتجربه بس، انما ما شاء الله يتشرح في الجزء الثاني اعمق من كده. وبعد كده اعمل لينير، هعمل هعمل السكتش الاول. طبعا عشان احدد جزء على اكسترود اضغط عليه، وبعد كده هيظهر علامه سكتش. ممكن احدد ده برضه اي حاجه انا عاوزها واضغط سكتش. تمام. الشكل اللي انا هعمله وليكن الشكل ده كده، خلي كده بكل بساطه وسهوله. انا دلوقتي عندي شكل اهو، الشكل ده عايز انسخه كده على الخط ده او الناحيه الثانيه او فوق او تحت في اي اتجاه انا عاوزه بعدد معين. يعني مش لازم انسخ مره واحده بس، ممكن انسخه 5 انسخه 6. اختار اللينير. دلوقتي عندي حاجتين، دايركشن 1 دايركشن 2، يعني على محور اكس او على محور واي. انا عاوز على المحور نو. طب انا ممكن اعمله على المحورين؟ عادي ممكن تعمله على المحورين. طب ازاي؟ بكل سهوله. انا عندي دلوقتي على محور اكس، لو ضغطت عليه كده الشكل هيظهر لي جنبه. طبعا انا العشرة دي بيحدد لي البعد بينهم بين الاثنين. انا وليكن هخلي البعد بينهم 15. تمام. البعد بين السنتر والسنتر، يعني السنتر ده والسنتر ده خليه 15 معلش. تمام. انا بقى دلوقتي الجزء اللي تحت ده بيحدد لي كم مره انسخه، وليكن يعني يبقى كم مره يعني هو يتنسخ لكم مره. وليكن هخليه 5 بقوا 5. طب ما احنا ممكن نخليه 6 عادي. ماشي 6 عشان يبقى بعرض البتاع كامله. تمام. طب انا لو عايز بقى استخدم محور واي كمان، انا ممكن على فكره اوديه الناحيه الثانيه بالضغط على المكان ده كده بقى شمال، بس طبعا عشان احنا يمين فرسمينه يمين فهيبقى يمين يعني. او ممكن اضغط على الجزء ده فيحول لي الاتجاه برضه. خلينا نرجع خلينا شمال يمين معلش. ممكن بعد كده اعمل على اتجاه واي. انا دلوقتي عندي هو عامل لي واحده بس، انا ممكن اعمله 2 فهو عامل لي كمان فوق مش واحد لا بعددهم كامل. بس انا هخلي الناحيه الثانيه عشان يبقى على الرسمه. وليكن هعمله 4 مرات، يعني اللي احنا الخط كامل ده 4 مرات، فعمل لي شبكه كامله. وحدد برضو البعد بين يعني بين السنتر ده والسنتر ده. وليكن هخليه 15 هتبقى كتير فخليها 10 كويس. تمام. ده بيفيدني ان انا بكل سهوله انا عملت واحد بس اللي هو ده اول واحد ده بس اللي انا عملته ده، والباقي كله عملته باللينير بسهوله خالص. يعني انت اصلا وانت بترسم مش هياخد منك دقيقه، مش هياخد منك حاجه خالص ان انت تعمل الاشكال دي. تمام. انا طبعا كنت عامل اكسترود، دلوقتي هعمل اكسترود كات. نرجع ان النص بقى اللي احنا عملناه كله. طبعا ده امثله بس. تمام. فبقى شكل مفرغ زي الطوبه كده، فبيسهل علينا جامد بقى. بعدين بقى بحدد البعد وهكذا يعني. انا مثلا انا عندي شكل
وليكن انا دلوقتي عندي الشكل ده، وليكن نشيل الجزء ده خالص، ديليت برضه. انا عاوزه بقى بابعاد معينه، هعمل سكتش عليه زي ما عملنا في الاول، بعدين هحدد الجزء اللي انا هقص منه، يعني الجزء اللي انا هنسحه الجزء ده وليكن، وبعد كده هعمل له هعمل بقى احدد الابعاد وليكن من هنا لهنا، وليكن مثلا ايه بعد وليكن 7.5. تمام. طبعا انا برضو ممكن احدد البعد ده يبقى وليكن 10. تمام. انا طبعا انا كده لما اعمله بقى لينير كده هيتنسخ بانتظام شويه، يعني المسافه هنا بقت 10، واحدد المسافه اللي فوق كمان زي ما انا عاوز، ومسافه في الاخر كمان بحددها، يعني الامر بيبقى سهل. طبعا المسافه اللي في الاخر مش بحددها زي اول واحد، لان لما اكون عارف مثلا العرض كامل كام وبناء عليه بقسم على العدد اللي انا عاوزه. المهم بتبقى معادله كده سهله وبسيطه، يعني ان شاء الله لما نحتاجها قدامها هنبينها في الشرح. وليكن هختار 3 الشكل ده، فهم عاملين لي 3 جنب بعض، وليكن اخلي البعد بينهم 15. ممكن اعمل برضه في اتجاه واي 2 بس الناحيه التانية عكس. تمام. ممكن اكمل الشكل كله وممكن اقف زي ما انا عاوز، وبعد كده اعمل له اكسترود لو انا عاوز اعمل اكسترود. طب انا مثلا مش عاوز اعمل اكسترود، انا مش عايز قصدي اعمل اكسترود قط، انا اعمل له اكسترود هطلع لقدام يعني. بس كده الامر بقى سهل وبسيط. ندخل بقى في الجزء اللي بعد كده. انا هعمل بقى اللي هو سيركلر، بس عايزين بقى شكل دائري، نشيل ده خالص. يس. هعمل وليكن كده مثلا، او اختار مثلا دي. ده برضو بتسهل عليا كتير حاجات في 3D. اختار وليكن انتوا خدتوا بالكم اصلا من غير ما اعمل حاجه، هو من نفسه عمل لي 3 مستطيلات على اتجاه دائري او على شكل دائري. انا ممكن اعمل اخليهم 4 غيره بقوا كده 5 على حسب انا بختار الشكل من هنا. تمام. دي بنحتاجها كتير جدا لو انا عايز اعمل شكل حوالين دايره، او مثلا احفر مكان حوالين دايره، بدل لما احدد حاجه واحده بدل لما احدد ال5 مع بعض احدد واحده واعمل له سيركلر بطن. تمام. الشكل ده انا ممكن اعمله بقى بسرعه كده اكسترود. طبعا ديت الباشمهندس الصراحه هيشرحها في الجزء الثاني، بس عشان نفهم الحته دي وليكن انا مش هتكلم فيها خالص، بس عشان الباشمهندس هيشرحها ان شاء الله. كده انا عملت الشكل ده واتحفر ب5 حفر. انا طبعا عملت واحده وعملت سيركلر بطن، انا عامل لي ال5 على بعض. تمام. انا ممكن اعمل بعد كده حاجه اللي انا سبتها اللي هي كونفرت دي. كونفرت دي بكل بساطه وظيفتها ان هي يعني ايه تعمل لي، يعني مثلا انا عندي سكتش زي مثلا اللي قدامي ده وعايز احوله لمثلا لخط مثلا او لخطوط. طب ازاي نفهمها بسرعه؟ نعمل مثلا هنا سكتش واقوم مستخدم الكونفرت. انا طبعا ده كله 3D مفيش سكتشات عليه، ما رسمتش اي حاجه، هضغط كده بكل بساطه. لو اخدتم بالكم ان هو عمل لي سكتش بره، يعني في سكتش اسمر اهو. السكتش ده لو واخدين بالكم السكتش ده انا ممكن ارسمه، يعني ارسم عليه، يعني انا كده ممكن ارسم عليه، ممكن اعمل له بقى اكسترود. لو انا عملت اكسترود هيطلع لبره اهو، واخدين بالكم طالع لبره كامل، مش مفرغ، لان اخترت الدايره اللي بره بس. يعني الدايره السمراء دي هو ده الكونفرت، وظيفته انه يعمل لي كده. تمام. انا كده اخترته. طب انا ممكن نجربها نعيدها تاني معلش. انا وليكن اخترت عملت سكتش على الجزء ده وعملت كونفرت للشكل ده بكل سهوله خالص وبساطه، وممكن نختار ده كمان معاه عشان يعني يبقوا مع بعض بكل بساطه اهو. باينه خالص هنا ان هو فعلا حدد الشكل ان هو يبقى مستطيل. طب انا بستفاد ايه من كده؟ ان انا احدد الشكل ده بتسهل عليا كتير جدا في الرسم، بدل ما اقعد ارسم عليه تاني. او بكل بساطه انا ممكن اعمل الشكل المستطيلين دول
اكسترود مثلا لبره مثلا، ممكن نخليها الناحيه التانيه وليكن يعني، ونكبر الموضوع شويه 50. طبعا الباشمهندس صلاح هيشرحها في الجزء بتاعه ببساطه وسهوله يعني وتعمق ما شاء الله، الله يبارك يعني. فكده الموضوع حلو. احنا ممكن بقى نكملها، نعملها مثلا ترابيزه ولا اي حاجه بالمره يعني. هنحدد برضو الاشكال دي ثانيه واحده، لان احنا نحدد لازم نحدد سكتش الاول، وبعد كده نعمل كونفرت الشكل ده، الجزء ده كونفرت بالشكل ده. انا بحدده واحده واحده لانه مش نافع ان انا احدده مره واحده زي الاول. تمام، عمل لي 3 كمان، انا هعمل له بقى ايه اكسترود. لا انا مش عاوز اكسترود كده، لانه انا حددت اللي بره كمان بس طبعا بالغلط من غير ما اقصد. انا ممكن اشيل التحديده اللي بره دي، انا شلتها خلاص. هعمل بقى اكسترود بس الناحيه التانيه عشان تبقى ايه زي التانيين كده. تمام، ده يعتبر تقريبا زي طبلية او حاجه كده لو تعرفوها يعني. فده شكل مهم جدا من الاشكال اللي بتستخدم ليها السيركلر باترن، وطبعا اللينير كمان يعني. فده يعتبر اهم الاجزاء. وطبعا قلنا الكونفرت، فكده يعتبر اهم الاشياء اتقالت. لسه بس ممكن نشرح الموف والكوب والحاجات دي. تمام، ده طبعا 3D بس الباشمهندس صلاح هيشرحه اسهل من كده يعني عشان هيتعمق فيه شويه. احنا طبعا ممكن بقى نشيل الاجزاء دي كلها. يس تمام، ممكن بقى نعدل عليه. انا مثلا عندي الشكل اللي كنا عملناه في الاول اهو، عايز اعمل مثلا نسخ لحاجه معينه مثلا للشكل ده، وليكن هحدد الشكل ده وهعمل له نسخ، وليكن من هنا كده كده هشيل بقى اتحرك، وليكن هحطه جنبه هنا، فهيقوم عامل لي شكل تاني. من الاخر كده بينقل الشكل او بينسخه من الاخر. التويت دي انا مثلا عندي شكل وليكن هو كده افقي مستوي وكويس، انا ممكن اعمل له ريتويت واقوم لفه يعني فيتحرك فعلا وهيبقى الموضوع كده يعني. انا مثلا وليكن هعمله عند النقطه دي واعمله عند 15 او 50، فيقوم اعمل الشكل ده. ممكن اعمله عند 15، ممكن اعمله على 120. المهم يعني ان هو بيتحرك ايه، هو كان هنا مع النقطه دي فاتحرك كده، وكل لما اكبر كل لما يتحرك. يعني لو خليتها مثلا 350 هيطلع فوق هيلف كده اهو، يعني لف كده ورجع الحته دي. تمام، ده يعتبر الريتويت، وده يعتبر اهم الاجزاء في ال2 دي. وان شاء الله الباشمهندس صلاح هيدخل في ال3 دي، وممكن اكمل جزء انا كمان في ال3 دي. فاسيبكم مع الباشمهندس صلاح وارجع لكم تاني ان شاء الله. دلوقتي بعد ما خلصنا جزء السكتش وخلصنا اللي هو جزء ال2 دي، هنبدأ ان شاء الله دلوقتي في ال3 دي ومعانا الفيتشرز. دلوقتي القائمة بتاع الفيتشرز هنقسمها لحوالي 3 حاجات. جزء البوس او البيس اللي هو جزء الزيادة او المط. معانا جزء ده البوس او البيس ده يخلص لحد هنا، معانا من هنا كده لحد الخط ده جزء القط. جزء القط ده اللي هو المسؤول عن النحت او القص او الحفر. معانا برضو من اول الخط ده لحد الخط ده دي الباقي ده اللي هو شوية حواشتكنات كده او حاجات تفصيلية شوية، او حاجات هتسهل علينا سواء خاصة بالحواف خاصة بالتكرار. هنيجي للحاجات دي دلوقتي. تمام، معانا اول امر في قائمة البوس او البيس اللي هو الاكسترود بوس او بيس. اكسترود طبعا احنا قلنا عشان نرسم شكل 3D لازم نرسمه 2D الاول، فهنروح نرسم شكل 2D. هنفتح مثلا سكتش على الفرونت وهنرسم مستطيل
نربطه بنقطة الأصل، ودي مشكلة عند ناس كتير في التاسكات إن هما ما بيربطوش الرسم بتاعهم بنقطة الأصل. طبعا هندي أي مقاسات بشكل عشوائي كده، تمام. في ناس كتير ما بتربطش الرسمة بتاعتها بنقطة الأصل زي ما شفت في التاسكات يعني، وده بيخلي الرسمة بتاعتهم تطلع اندر ديفايند مش فولي ديفايند زي دي كده. فما بيبقاش عارف هل في مقاسات، هو ناسي مقاسات ولا في مقاسات ناقصة ولا ايه، هو مبيبقاش عارف. هي الرسمة بتبقى غلط، لازم تربطها بنقطة أصل عشان تتأكد إن الرسمة بتاعتك مظبوطة بالظبط. شوف أنا رابط السنتر بتاع المستطيل نفسه في نقطة الأصل، عشان كده اسودت معايا المستطيل، اسود معايا أول ما اديته الدايمنشنز بتاعته. تمام. دلوقتي احنا رسمنا المستطيل ده 2D وعايزين نحوله ل 3D، نختبر الاكسترود. دلوقتي فتحنا الاكسترود، ودي الليست دي اللي هي الاوبشنز بتاعت البوز اكسترود. معنا اول حاجه هنا الفروم، يبدا الاكسترود منين او يبدا المط منين. استنى نزود الاكسترود عشان يبقى واضح. تمام. نبدا الاكسترود منين؟ معنا هنا السكتش بلين، معنا هنا اول حاجه في الفروم معنا سكتش بلين وسيرفيس او فيس او بلان وفيرتكس واوفست. اول حاجه سكتش بلين. يعني ايه سكتش بلين؟ سكتش بلين دي المط هيبدا معاك من اول الرسمه اللي انت راسمها. بمعنى انا راسم مستطيل اهو 2D، المط هيبدا معايا من ال 2D ده، من اول المستطيل. انا مديله مثلا مقاس 10 انش مثلا، فهيزيد معايا 10 انش، ولما اضغط صح كده اتحول معايا لمتوازي مستطيلات او جزء 3D زي ما انتم شايفين. طب انا عايز دلوقتي، انا خلصت وعايز اعدل عليها. تمام، انا خلصت الشكل ده وعايز اعدل عليه. بضغط كليك يمين على طبعا اي حاجه هنرسمها هتظهر هنا. تمام. فعندي هنا البوست اكسترود 1 ده اللي هو المستطيل اللي قدامي اهو، ده اللي هو ده. طبعا عندي حاجتين اتنين، لو ضغطت كليك يمين هنا عندي هنا edit feature وعندي هنا edit sketch. edit sketch دي هعدل في المقاسات بتاعت ال 2D نفسها اللي هو سواء 12 او 6. تمام. وعايز اخرج منها بعد الحفظ اهو. وعندي برضو هنا edit feature دي هنعدل في الجزء بتاع ال 3D، الاوبشنز بتاع الاكسترود نفسها اللي احنا كنا واقفين عليها. طبعا احنا شرحنا السكتش بلين، قلنا ان هو بتبدا من اول مستطيل اللي انت رسمه، تبدا من اوله الاكسترود. عندنا برضو السيرفيس او الفيس ده ممكن نشرحه ازاي. ممكن ارسم انا هنا، طبعا انا لو انا رسمت دلوقتي متوازي مستطيلات، عايز ارسم مثلا على السطح اللي فوق ده، السطح اللي فوق ده ارسم من عليه حاجه مثلا تطلع لفوق، ارسم متوازي مستطيلات تاني مثلا يطلع فوق. فاعمل ايه؟ فهضغط كليك يمين عليه وهضغط سكتش، ففتح معايا سكتش على السطح بتاع متوازي المستطيلات. تمام. هرسم مثلا مستطيل تاني وهرسمه كده جميل، وهروح اعمل له اكسترود. طبعا هنشرح دلوقتي اللي هو السيرفيس. انا دلوقتي رسمت مستطيل، انا عايز ابدا من اول سطح معين. يعني انا مش عايزه يبدا من اول المستطيل نفسه، انا عايزه مثلا احدد له السطح ده كده يبدا من عنده، ال10 دول يبداوا من اول السطح ده. تمام، لتحت كده مثلا. فهاجي هنا واضغط على السيرفيس او الفيس او البلان واضغط السطح ده. طب هو طالع معايا لفوق، انا عايز اعكس الاتجاه بتاعه. طبعا انت بتعكس الاتجاه من السهمين دول. تمام، ده بنعكس اتجاه الاكسترود. لو انت ملاحظ هتلاقي الاكسترود بادئ من اول السطح اللي تحت، يعني دول كده 10 نفس المقاس اللي هو هنا، مش بادئ من اول المستطيل. هنا انت بتحدد السطح، السيرفيس او الفيس او البلان ده بتحدد السطح او المستوى اللي انت عايز تبدا من عليه الاكسترود. بس طبعا لازم المستوى ده يكون في نفس المدى بتاع الاكسترود نفسه. يعني ما يجيش مثلا ارسم احدد فيس هنا مثلا واقول له اعمل لي اكسترود من اوله، يعني لازم يكون على امتداد الشكل اللي انت رسمه. جميل. معانا هنا برضو حاجه اسمها الفيرتكس، خليها نحفظها الاول سيرفيس او ديت، ونرسم رسمه تانية عليها مثلا هنا، ونرسم مثلا دايره، فتحنا سكتش عليها ورسمنا دايره وهنبدا نعمل لها اكسترود. جميل. نشرح تالت حاجه وهي الفيرتكس. يعني ايه فيرتكس؟ الفيرتكس ديت انا بحدد نقطه على سطح، النقطه دي اللي هحددها دي السطح بتاعها هبدا من اوله الاكسترود. بمعنى
انا قدامي مثلا نقطة زي النقطة بتاعت الزاوية دي مثلا كده، فاضغط عليها فيبدأ لي الاكسترود من هنا. طبعا لو غيرت الاتجاه هيبقى واضح اكتر اهو. تمام. انا حددت النقطة دي فبدأ الاكسترود من السطح ده. طب انا لو حددت النقطة دي بدأ الاكسترود من السطح اللي تحت. جميل. حددت الاكسترود من النص ده، طبعا هو نفس السطح فهتلاقي هي ممكن اعكس الاتجاه الناحية التانية برضو. تمام. ده اللي هو الفيرتكس. عندنا حاجة رابعة اسمها الاوفست. اوفست ده مثلا انا رسمت الدايرة بتاعتي وادي الدايرة اللذيذة اهي، انا عايز اسيب مسافة وبعدين نعكس الاتجاه عشان واضحة. عايز اسيب مسافة وبعدين ابدأ الاكسترود بتاعي. بمعنى يعني انا مش عايز ابدا من اول دايره كده على طول، انا عايز احدد مسافه معينه مثلا 10 انش مثلا وبعدها يبدا الاكسترود. فاضغط هنا مثلا 10، المسافه ده اهي دي 10، المسافه دي 10، وبعدين عمل اكسترود تاني اللي هو ال10 بتاع الاكسترود. جميل. فانا اضغط صح كده يتحول معايا لشكل 3D. تمام. هنفتح سكتش على المستطيل ده، هنضغط كليك يمين وهنضغط سكتش. فتحنا سكتش، هنرسم دايرة، عايزين الدايرة يكون مركزها نفس مركز الدايرة التانية اهو. جميل. هنفتح الاكسترود كده. خلصنا الفروم وعرفنا يعني ايه هما الاربعة دول. هنبدأ على الدايركشن 1. دايركشن 1 ودايركشن 2 هما نفس الاوبشنز، مش هنكرر الكلام عشان الوقت. طبعا عندنا هنا بلند ديت هنحط هنا المقاس بتاع الاكسترود معانا 10. تمام. اللي ممكن نخليه مثلا 9، ممكن نخليه 8، زي ما احنا عايزين. تمام. دي البلند. عندنا ثرو اول. يعني ايه ثرو اول؟ يعني هو بيعدي الرسمه كلها، بمعنى ان هو بيوصل لحد اخر سيرفيس او اخر فيس في الرسمه كلها. انا مديله الاتجاه ده. تمام. عايز اغير الاتجاه، هيوصل معايا لحد اخر فيس في الاتجاه التاني في الرسمه بتاعتي، يوصل معايا لحد الاخر. جميل. جميل. عندنا تاني اب تو فيرتكس ديت. هنا قلنا الفيرتكس ديت بنحددها بنقطة. طبعا ممكن نحدد النقطة على البلين ده، ف هيعمل اكسترود لحد السيرفيس اللي عليه النقطة ديت او السطح اللي عليه النقطة ديت. وممكن نحدد نقطة مثلا على السطح ده، فتبص تلاقي عمل اكسترود لحد السطح اللي عليه النقطة اللي احنا حددناها. تمام. عندنا برضو اب تو سيرفيس. السيرفيس دي بقى احنا هنحدد السطح نفسه. يعني ممكن اعمل السطح ده يبدأ يعمل لي اكسترود لحد السطح ده، او ممكن احدد السطح ده فيعمل لي اكسترود لحده. تمام. ممكن برضو راس الاسطوانة من فوق فيعمل لي اكسترود لحد فوق الاسطوانة من فوق، او ممكن مثلا نخليها لحد هنا فيعمل لي اكسترود لحد هنا. تمام. دي اب تو سيرفيس. عندنا برضو اوفست فروم سيرفيس. اوفست فروم سيرفيس يعني قلنا الاوفست فوق ان احنا بنسيب مسافة. تمام. فانا هحدد دلوقتي اوفست فروم سيرفيس ديت، انا هحدد سطح واختار هو يبعد عنه قد ايه من الناحية التانية. هجيبها العكس، بمعنى انا قدامي مثلا هنعمل اوفست فروم سيرفيس. تمام. انا قدامي دلوقتي اللي هو السطح ده مثلا. جميل. ومعايا الدايرة دي، انا عايزه يعمل لي اكسترود للدايرة يجي قبل السطح ده ب1 انش مثلا ويقف. فانا هحدد مثلا ان هو 1 انش، اضغط 1 انش فهو يعمل لي اكسترود لحد قبل السطح اللي انا محدده ب1 انش ويقف. تمام. هو الموضوع كله تحسه واحد، يعني بمعنى ان هي دي تفاصيل طرق ممكن تعملها بكذا طريقة، الحاجة ممكن تعملها بكذا طريقة. احنا مش هنحاول نخش في تفاصيل عشان ما ناخدش وقت كتير، فهناخد فكرة عامة وهي نفس الدايركشن 2. هتلاقي نفس الاوبشنز، يعني انا لو فعلت الدايركشن 2 كده هتلاقي نفس الاوبشنز اللي فيها. فاحنا هنحاول ما نكررش الكلام عشان الوقت. تمام. تمام. خلصنا الاوفست فروم سيرفيس. هناخد اب تو بادي. يعني ايه اب تو بادي؟ يعني انا هحدد مش سطح المرة دي، لا انا هحدد جسم 3D يعمل لي اكسترود لحد الجسم ده. بمعنى انا عندي هنا الاسطوانة دي، انا عايز يعمل لي اكسترود من اول السطح ده لحد الاسطوانة دي فيعمل لي اكسترود لحد الاسطوانة دي. تمام. عايز يعمل لي اكسترود لحد المستطيل ده فضغط فيعمل لي اكسترود لحد المستطيل ده. تمام. ده اب تو بادي. ميد بلين دي انا مثلا مديله ان هو يبقى 1 انش. تمام. مدي الاكسترود بتاعي ان هو يبقى 1 انش، فبيقسم لي ال1 انش ده لنص فوق، نص في الاتجاه الاولاني ونص في الاتجاه التاني. بمعنى ان انا مثلا لو زودته خليته
5 مثلا هتلاقي فيه 2.5 انش الناحية دي و2.5 انش الناحية. طب لو خليته 20 هيقفل معايا مع الاسطوانة اللي فوق. المفروض المسافة دي 10، فهي عندي هنا 10 وفي الاتجاه التاني 10. جميل، دي الميد بلين. كده خلصنا السيتنج او الاوبشنز بتاع دايمنشن 1. والعلامة الصح دي، علامة الصح دي هي مش مهمة قوي بس هنقول فكرة عنها. دلوقتي الجسم اللي هيطلع معايا علامة الصح دي بتخليه مع الجسم اللي انا راسم عليه ال2 دي، بتخلي الجسمين الاتنين بيتعاملوا كأنهم جسم واحد. هل ده هتفرق في حاجة؟ مش قوي او مش بتفرق دايما، بس هنا هنقول عليها فكرة برضه. تمام، يعني هي هتخلي الجزء ده المتوازي المستطيلات ده مع الاسطوانة اللي هتطلع لي يتعاملوا كأنهم الاتنين جسم واحد. عندي هنا حاجة اسمها الدرافت. الدرافت ده انا بحدد له زاوية، لا اما زاوية داخلية لا اما زاوية خارجية. لاحظ معايا الشكل اللي هيطلع ده، لو انا زودت الدرافت بتاعه لجوه فهيبدأ ياكل زاوية لجوه بالدرجة اللي انا محددها له. تمام، قللتها هيوصل معايا لحد المستوى اقل درجة ممكنة. طب انا عايز الدرافت ده يفتح معايا لبره، فبضغط على درافت اوت ويرد وبزود الدرافت بتاع الزاويه بتاع الدرافت، فهتبص تلاقيه بيفتح معايا لبره. طب هو فاتح من ناحيتين ليه؟ لان انا عامل له ميد بلين. طب لو انا عملت له بلند كده هيفتح معايا في اتجاه واحد، نعكس الاتجاه بتاعه مثلا كده. تمام، فاتح معايا درافت اهو، بزود الدرافت زي ما انا عايز واقلله زي ما انا عايز. دايمنشن 2 نفس الاوبشنز بنفس كل حاجه. تمام، معانا برضو حاجة هنا اسمها السين فيتشر. السين فيتشر دي السمك، بمعنى انا هلغي الدرافت هنا الاول وعندي سين فيتشر بفعلها من علامة الصح ديت، وممكن ازود السمك. تمام، واقلله، ممكن اخلي السمك لجوه مش لبره. تمام، دي كلها حاجات تفاصيل كده يعني. تمام، هنحاول نسرع الشرح دلوقتي عشان الفيديو وعشان ما نطولش عليكم الشرح برضو. دلوقتي خلصنا الاكسترود بوس وهنبدأ دلوقتي ان شاء الله في الريفولف بوس. يعني ايه ريفولف بوس؟ ريفولف يعني ايه ريفولف يعني تدوير، بمعنى ان انا برسم محور وبرسم جنبه شكل، برسم خط وجنبه شكل، بخلي الشكل ده يلف حوالين الخط ده. نجرب دلوقتي. هنرسم اول حاجة الخط اللي هنلف الشكل عليه ده زي نظام محور في النص كده، وباجي ارسم بعدها الشكل اللي انا هلففه حواليه. تمام، مثلا نعمل كده اي شكل عامة هنرسمه ونعمل له ريفولف حوالين المحور ده هيلف معانا. بشرط طبعا ان الشكل يكون متقفل، عشان اكيد مش هعمل شكل 3D من خط، اكيد لازم الشكل يكون مقفول. تمام، هاجي اعمل ريفولف. طبعا هو دايركت حدد ان المحور اللي هو اللاين اللي في النص ده هو ده اللي هيلف حواليه، والشكل حدده اللي هو الشكل ده لان مفيش غيره، هو الوحيد اللي متقفل. تمام، شوف لو عملنا صح كده قلب معانا 3D. جميل، ومجوف من جوه، وهو عبارة عن ان انا لففت. يعني لو دخلت في السيتنج بتاعته تاني وعملت له edit feature ممكن ناخد فكرة عن الزاوية. هنا طبعا مش عايز اتقل عليكم ولا اكتر، فهنا هنحدد مثلا الزاوية مثلا 270. فلو حددنا 270 هتفتح معانا 3/4 لفة. لو حددناها مثلا 90 فهيفتح معانا ربع لفة. في حاجة تانية هنا ممكن تهمنا اللي هي الدايركشن 2، بمعنى ان انا عندي اتجاهين برضو هنا برضو زي الاكسترود. عندي اتجاهين، ممكن ادور من الناحية دي في الاتجاه ده مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة. طب انا ممكن هنا احدد الزاوية 30 واحدد الزاوية الناحية التانية 90، بمعنى انا شايف اهو الجسم لافف معايا من ناحية 90 درجة ربع لفة، ومن الناحية التانية 30 درجة. تمام، ده حاجة، ده شكل. تمام، ممكن برضو هنرسم حاجة بسيطة كده 3D برضو وهنعملها بريفولف. طبعا كلنا عارفين البستم او البستون. تمام، هنرسم بستون بطريقة سريعة جدا وهنشوف انهي طريقة. طبعا ممكن ترسم بكذا طريقة بس هنا هنرسمه دلوقتي بريفولف. تمام، و هنشوف بيترسم ازاي يعني كنوع من التطبيق. ده مثلا اماكن الشنابر ايا كان عددها بقى 2 ولا 3. و دلوقتي
دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هعمل تدوير للمجسم ده حوالين الخط ده. طبعا انا مش هحدد مقاسات عشان وقت الفيديو، بس طبعا المقاسات يعني هتبقى معروفة يعني. انا عايز تدوير حوالين انهي خط؟ فوق هنا في الاكسس اوف ريفولف، ده الخط اللي انا هلفف عليه، فانا هحدد الخط ده اللي انا هلفف عليه. تمام. و حدد 360 درجة ومفيش دايركشن 2 ولا حاجة، وعمل معانا البيستون. تمام. طبعا اي تفاصيل تانية بقى ممكن نبقى نضيفها بعد كده. وبس ده امر الريفولف. طبعا الباشمهندس صلاح خلص اكسترود وريفولف وقالهم بالتفصيل وتعمق فيهم جامد. سريعا بقى عشان نعمل سكتش، نعمل على دايرة. وليكن هعمل الشكل ده، وليكن اي شكل كده مثلا، الشكل ده كده، وهعمل. تمام. انا بقى عندي اختيارين، يا اما اعمل اكسترود كات يا اما ريفولف كات. الاكسترود كات ده بكل سهوله الشكل اللي انا عملته ده هيتقص لورا للداخل او لقدام، يعني على حسب الاتجاه اللي انا هختاره. تمام. الاكسترود كات بيكون فيه اوامر كتير، هو بالظبط نفس الاكسترود العادي، يعني السكتش او اوفست او فيرتكس، اي حاجه هي نفس اللي هناك بالظبط، بنفس الشرح بنفس الكلام، ومش هنقولها تاني، خلاص موجوده في جزء معين عشان الفيديو ما يكونش طويل. وبعد كده انا بختار، انا مثلا عايزه يقص الشكل كامل، فهعمل ثرو اول، هيقوم قص الشكل كامل. تمام كده انا عملت اكسترود كات، يعني من الاخر الاكسترود كات هيعمل له حفره في الشكل. وده طبعا قلناه لو اخدتوا بالكم، قلناه في الجزء الاول لما خلصت ال 2 دي، قلت حته صغيره كده من الاكسترود كات. بعد كده بعد ما خلصت الاكسترود كات هنعمل بقى المره دي ريفولف كات. بكل سهوله الريفولف كات ده عكس الريفولف كنت بعمل شكل دائري حوالين محور معين، انا دلوقتي هعمل شكل دائري بس يقص بقى، يعني هيقص حوالين محور معين. انا هعمل ريفولف كات واختار الضلع ده بكل بساطه، شال الشكل. لو انا حتى عملت صح هيشيل الشكل، خلاص هو الوقت اتحفر من جوه. تمام. طب هو اتحفر ليه نص دايره؟ يعني ليه نص اسطوانه مش اسطوانه كامله؟ لان هو كان في نص جوه، يعني في نص جوه وفي نص ناحيه اللي بره، وكده كده اللي بره مش موجود فيعتبر اتشال يعني، بس هو بيعمل 360. طب انا مش عايز اعمل 360، انا عايز احفر حته صغيره، يعني عايز احفر مثلا 45 درجه. مفيش مشكله خالص، هحدد 45 الزاويه دي كده طبعا حوالين الخط ده، بس هيقص لي 45 حته صغيره، قص حته صغيره. وطبعا لو انا كنت كملت هيلف حواليها كمان، لو قلت 180 هيجيب لي لغايه السطح ده بالظبط، لو 360 هيلف لفه دائريه كامله. تمام. ده جزء ريفولف كات وبنستخدمه برضه بس قليل شويه، انما الاكسترود كات مهم جدا بنستخدمه كتير، حتى لما عملنا في التجربه في ال 2 دي استخدمناه. فنركز جدا على الاكسترود والريفولف والاكسترود كات. والريفولف كات يعني ايه، مش نص نص كده بنحتاجه يعني. تمام. احنا كده يعتبر خلصنا ال 2 دي كاملا، وخلصنا جزء كبير من ال 3 دي. هنكمل بعد كده المحاضره الجايه ان شاء الله، هنحاول نخلص ال 3 دي كامله المحاضره الجايه، وان شاء الله تكون استفدتوا من المحاضره دي كويس وعرفتوا تطبقوا عليها. وان شاء الله هننزل لكم تاسكات على الجروب تنفذوها، ويا ريت يا ريت كله يعمل، حتى لو انت لسه ما عملتش التاسكات بتاعت المحاضره اللي فاتت تعملها، والتاسكات الجايه برده مش مشكله، هنرضى عادي ان انت تسلمها مع يسلم الاثنين مع بعض، عشان انا عارف ان بيكون الامر صعب في الاول وكده، وان شاء الله تكونوا الافاده تعم الجميع يعني. كان معاكم الباشمهندس يوسف حمدي والباشمهندس صلاح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.